المجتمع بتاعنا. في يونت 2 بيعرفنا على الكوميونتي او المجتمع، my community او my community، وبيقول لنا ازاي helping the community، ازاي بنساعد المجتمع بتاعنا. طيب ايه الحاجات اللي ايه اللي هنستخدمه عشان نساعد المجتمع بتاعنا؟ اولا كلمة مجتمع غير كلمة بلد. المجتمع هي اي شوارع انت قاعد في منطقة سكنية، ففي بيوت ساكنين فيها ناس، في شوارع، في سوبر ماركت جنبك، حواليك كده كام شارع، انت عارف الحي بتاعك، هي ده المجتمع بتاعنا. مش قصدي عليه ان انت البلد كلها او الشوارع كلها، لا، الشوارع اللي هي حوالين منطقتك، هي دي اسمها الكوميونتي اللي حوالين منطقتك. فبين اي حد، جيراننا، الشوارع اللي جنب بيتنا، البيوت اللي حوالينا، ده اسمه الكوميونتي بتاعنا او المجتمع بتاعنا. طيب لازم نعمل ايه فيه؟ نعمل كلين، ننظف، بلانت، نزرع، كولكت، نجمع القمامة، هيلب، نساعد، فيد، نطعم الحيوانات الأليفة اللي عايشين في المكان بتاعنا، فولنتير، نتطوع، فولنتير او فولنتير. فولنتير معناها ان احنا نتطوع نعمل حاجة فور فري، مجانا، ما نستناش من حد فلوس، فور فري، فولنتير. طيب يبقى اجين، ينظف كلين، يزرع بلانت، يجمع كولكت، يساعد هيلب. مساء النور. اسمها الكوميونتي بتاعتنا. كلمة كوميونتي ليها نطقين، لا اما تنطقيها كوميونتي او كوميونتي، تختاري ايه بقى؟ امريكان ولا بريتش؟ بصي اسمعوها تاني يا جريد فوق. كوميونتي دي الامريكان اكسنت، ان احنا بننطق التي، لان احنا قلنا ان الامريكان ما بيحبوش التي، بينطقوها د زي water، او بيحبوا الار اكتر، او ننطقها بريتش بمعنى community. هتختاري ايه بقى يا دودو؟ community زي امريكان. طيب مين هو الكوميونتي بتاعنا؟ المجتمع اللي حوالينا. يعني مثلا انا ساكنه في عماره، العمارات اللي حواليا والسوبر ماركت اللي جنبي والشقه الجيراني والناس اللي في العماره اللي في وشي، ده هو المجتمع بتاعي، ده هو الكوميونتي بتاعي. انا مش بتكلم عن مصر ولا بتكلم عن بلد صاحيه، لا، انا بتكلم عن اللي حوالينا بس. ايه يا روحي؟ يبقى الكوميونتي بتاعنا او المجتمع ينظف كلين، يزرع بلانت، يجمع القمامة كولكت، يساعد هيلب، يطعم فيد. حبايبي مش كل الانيمالز بتكون وايلد، بتكون شريرة، يعني ممكن يكون في قطط حوالينا محتاجة ان احنا نأكلها، كلاب طيبة محتاجة ان احنا نأكلها، فاحنا ممكن فيد، نطعم الانيمالز دي. فولنتير، وكلمة فولنتير ده فيرب معناه يتطوع، يعمل اي حاجة خير او يساعد حاجة فور فري. يعني ايه فور فري؟ مجانا. قمامة، تراش، نجمع قمامة، تراش. في بقى عندنا اكيد في كل مكان حوالينا في مكان اخضر او جرين اريا، منطقة خضراء، بنسميها كوميونتي بارك. عايزة مية. حديقة المجتمعية كوميونتي بارك. اصدقاء فريندز، زجاجات بوتلز، شارع ستريت، وظيفة جوب، اشجار تريز، الاخرون يعني الناس التانية others، ازهار flowers، عظيم او رائع great، ملابس clothes، حديقة عامة park، كليهما يعني اتنين مع بعض both، طعام food. تعالوا الاول نشوف الريدنج بتاعنا. علمتكم قلت لكم اي فيرب نضيف له في بعض الفيربس، بعض الافعال نضيف لها ing بنحولها الى النون. helping hands، الايادي المساعدة، يبقى helping يعني مساعدة، وhelp معناها يساعد. Amira and Adam are talking about how they help their community. how they يعني ازاي هم يساعدوا المجتمع بتاعهم. واحنا اتفقنا الكوميونتي هو اي حد حوالينا، اي الشوارع اللي حوالينا او الحي اللي عايشين فيه. Hello Adam, what do you do to help our community؟ ايه اللي نعمله عشان نساعد المجتمع بتاعنا؟ بس انا هخرج. Hello أميرة, I clean trash، بنظف القمامة.
I clean trash from the streets with my friends. باخد أصدقائي وبنقعد ننظف الكمامة من الشوارع. Every Saturday كل يوم سبت. That's cool. Do you plant trees؟ بتزرعوا أشجار؟ Yes, I do. I plant trees in the park. That's nice. Do you do other things to help؟ بتعمل أي حاجة تانية. Other things يعني أشياء أخرى للمساعدة. Yes, sometimes I feed the dogs and the cats. الدوجز والكاتس الموجودين حوالينا بنأكلهم. I feel so happy when I give them food. Give them food لما أديهم طعام. Does your sister help too? Yes, she does. She helps our neighbors جيراننا neighbors and volunteers وبتتطوع at the community park تتطوع في الحديقة المجتمعية. Wow, you both do a great job. كلمة both معناها كليكما، انتوا الاتنين بتعملوا great job، عمل رائع. Thanks. What about you? How do you help? I collect clothes، كمان الملابس القديمة، حاجات احنا مش محتاجينها. I collect clothes and give them to people who need them. بدي الكلوز دي الملابس الناس محتاجاهم. That's great. When we all help we make our community great. لما كلنا بنساعد بنخلي المجتمع بتاعنا great رائع.